بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ دي قناتي طبعا، طبخ للجميع. هنا هعرفكم يا حبايبي النهارده يا بناتي حلوين طريقة تقشير الجمبري بتاع الغلابة الصغير ده، اللي هو بتاع الكوبيبة والكفتة. هعرفكم تقشروه ازاي. دي طريقة سهلة جدا اهو، بيتقشر يا حبيبتي اهو، مفيش اسهل من كده. انا بتجيبيه وتحطيه في التلاجة يومين كده في الفريزر. التلج بيخليه يطلع سهل جدا وانت بتقشريه، ما بياخدش وقت منك خالص عن ما يكون طازه اهو. شايفين انا حطاها برضو في ميه اهو. هنا بسم الله ما شاء الله، انا كنت جايبه ده الكيلو وربع ب50. فيه منه اصغر شويه، الاتنين بال50، بس بيتعبك بقى ارفع شويه، فهو سهل في التنظيف. هنا بعمله اهو واشيل الشنبات، وبعدين ده الصغير ده بيبقى حلو في الكفته والجمبري جدا، في كفته الجمبري والكوبيبه. وبعدين ما بيبقاش فيه اللي هو العرق الرمله اللي في الظهر ده، لسه صغير ما كونش عرق الرمله. شايفين ظهريته؟ شايفين بسم الله ما شاء الله حلو ازاي اهو يا حبايبي. دي الطريقه بتاعته كده اهي، حلوه ومفيده وسهل جدا، وسعره في متناول ايدينا كلنا. هخلص كده وارجع لكم يا حبايب قلبي، بس فضلكم كده علشان اشتركوا في القناه عشان تكبر بيكم، وكل حاجه بقدمها توصل لكم يا حبايب قلبي، عشان قناه الطبخ للجميع تكبر لكم يا حبايبي. اهو يا حبايبي هنا خلصته، شايفين اهو. وديت الميه بتاعته بصفيها اللي عليه واغسله، عشان لو فيه الشنبات بتاعته لو عايمه على وش الميه كده بتنزل. وهنا انزله هنا منخل ناعم كده عندي، هنزل عليه عشان ما ينزلش، لان هو اساسا ناعم. يعني لو حطيتيه على المصفى هيقع منك في عين في البتاع في الحوض فهنا هنغسله كده يا حبايبي كده، بنغسله على الحوض كده. شايفين الصفي بتاعه حلو اهو. ده الناعم ده اللي بيتعمل منه الكفته والكوبيبه، ما بيرجيش بالكبير. وده جمبري الغلابه ده الحلو ده جميل. وشايفين صافي بسم الله ما شاء الله، يعني صافي حلو. بنغسله وننضف منه. شايفين مفيش فيه العرق الرمل، مفيش فيه اهو. الصغير بيبقى مميز عن الكبير في كده، مفيش فيه عرق الرمله ده اللي بيبقى في ظهر الكبير اهو. بنشوفه كده لو فيه الشرايه بنشيلها، فيه اللي هي الشنبات بتاعته برضو بنشيلها وننضفه كده اهو. بيتغسل كده يا حبايبي تحت الميه اهو، واحده واحده، فله فله. ديت النهارده انا وريتكم الطريقه بتاعت تقشير الجمبري الصغير ده. بتعمليه يا حبيبتي كبيبه، بتعمليه كفته، بتعمليه اللي هي بتعمليه كده كوريات، بيبقى زي البقلاوه كده. هبقى اعمله معاكم مره يا حبايبي كده واوريهولكم. بس فضلا يا حبايبي وليس امرا كده اشتركوا في القناه علشان بصوا القناه للجميع توصل لكم كلكم. يا حبايبي ده كان النهارده تقشير الجمبري بعرفه لبنات الحلوين اللي لسه ما يعرفوش. وبدل ما تروحي هتجيبي شويه في طبق كده بقد كده، يعني بشوي شويات، الحاجه غاليه، فانت هتجيبيه ورخيص دلوقتي يعني ب25 جنيه. كان النهارده الراجل بيبيعه الاربعه ب100. انا كنت جايبه ده من زمان، كان الكيلو وربع. بتحطيه في التلاجة عندك كده، وقت ما بتفضي بتقشريه اهو. عرفتكم الطريقه، شايفين بقى شكله كله بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش فيه حاجه خالص، نظيف اهو. بتصفيه وتخليها عندك وقت ما بتحبي تعمليه يا حبيبتي في اي وقت. الفيديو النهارده بتاعنا كان فيديو بسيط، اللي هو تقشير الجمبري لبنات الحلوين اللي لسه ما يعرفوش الحاجات ديت، ولسه اول مره يخشوا المطبخ. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله يا حبايب قلبي.
ما تنسوش الاشتراكات بتاعتكم كده والتعليقات عشان القناه توصل لكم وتوصل لاكبر متابعين. اشوفكم على خير ان شاء الله.